اكبر شركه ديال اداره الاموال في الصين اعلنت بانها غادي توسع في المغرب. ايفاند شركه صينيه كبيره في اداره الاصول اعلنت بانها غادي تدخل السوق المغربي. هاد الشركه كتسير واحد البورتفوليو اللي كبير بزاف، ولا القيمه ديالو كتوصل ل 550 مليار دولار، وهذا الرقم اللي كبير بزاف مقارنه مع الحجم ديال اداره الاصول في المغرب واللي كيتقدر تقريبا ب 80 مليار دولار. دابا السؤال المهم، شكون هي هاد ايفاند واشنو كيعني هاد الشيء بالنسبه للمغرب، خصوصا ان المغرب صادق على واحد القانون في اكتوبر اللي فات واللي شد الانتباه ديال هاد الشركه. في الفيديو ديال اليوم غادي نشرحوا هذا الموضوع كامل بالتفصيل، فحاول تتبع معايا مزيان حتى الاخر. ما نساش كيف ما ديما الا عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. شكون هي ايفاند؟ هذه واحد الشركه صينيه ديال اداره الاصول تاسست في 2001، والشركه معروفه بزاف في المجال ديال الميوتشوال فاندز، يعني كيجمعوا الفلوس من بزاف ديال المستثمرين وكيستثمروها في الاسهم في السندات وبزاف ديال الانواع الاخرى من هذه الاصول. من بعد اكثر من 20 سنه في الخدمه، هذه الشركه ولات من اللاعبين الكبار في الصين، حيث انها كتعتبر حاليا اكبر مدير صناديق في الصين وما بين الثلاثه الاوائل في المنطقه ديال اسيا والمحيط الهادي من ناحيه حجم الاصول اللي كدير لها التسيير. يعني باش نعطيو واحد التصور على الحجم، هذه الشركه كتسير تقريبا اكثر من 3.5 تريليون يوان صيني، يعني كندوي اكثر من 500 مليار دولار. النشاط ديال الشركه كيغطي انواع مختلفه ديال الاستثمار، حيث انها كتسير العشرات ديال الصناديق الاستثماريه. هنا كندوي على صناديق ديال الاسهم، صناديق ديال السندات، صناديق السوق النقدي، وزيد عليهم المؤشرات بحال الاي تي اف وعدد كبير ديال المنتجات الماليه الاخرى. الزبناء ديال هذه الشركه كيتراوحوا ما بين المستثمرين الصغار عاديين في الصين حتى لمؤسسات كبيره. باش نفهموا الحجم اكثر، الصندوق الرئيسي ديال ايفاند واللي كيتعرف بالاسم ديال بلو تشيب سيلكتد فاند كان بوحدو داير تقريبا 8.3 مليار دولار في 2023. الشركه معروفه كذلك بالاستثمار ديالها على المدى الطويل، وحتى الترتيب ديالها في المعاملات التجاريه اللي كاينه في العالم بدا كيطلع بواحد الشكل ملحوظ، حيت بدات كتاخذ خبره اكثر وبالتالي بدات كتاخذ في الثقه ديال المستثمرين. السؤال اللي غادي يجي على بالك دابا هو كيفاش شركات بحال ايفاند كيربحوا؟ بكل بساطه هاد الشركه كتربح الفلوس حيت كدير التسيير ديال الفلوس ديال ناس اخرين، يعني كتخدم بحال واحد المدير ديال الاستثمار وكتاخذ رسوم ديال التسيير على الاصول اللي كتراقبها. مثلا الا استثمرتي في شي صندوق من الصناديق ديال هاد الشركه غادي تاخذ نسبه صغيره، هنا كندوي مثلا على النسبه ديال 1% في العام بالنسبه للصناديق النشيطه، وكتقدر تكون اقل في صناديق المؤشرات واللي كتعرف بالاندكس فاند. هاد النسب ممكن تبان لك صغيره، ولكن ملي كتطبق على مئات المليارات المدخول كيولي كبير بزاف. كاين كذلك حتى رسوم الاداء في بعض الصناديق الخاصه او اللي كتكون متخصصه في شي مجال. لكن النشاط الرئيسي ديال الشركه هو كيف ما قلنا قبل الميوتشوال فاندز او صناديق الاستثمار المشترك، واللي كيعتمد اكثر على الرسوم السنويه الثابته. من فوق هذا الشيء الشركه كتخدم حتى مع المؤسسات، حيث الشركه معروفه بانها من اكبر المزودين ديال الصناديق الاي تي اف اللي عندهم رسوم منخفضه، حيث حسب بعض الارقام كتقول ان بعض الصناديق عندهم ما كتجاوش الرسوم ديالها 0.15%. لكن الحاجه اللي كتخدم عليها هذه الشركه اكثر باش انها كتزيد من المداخيل ديالها هو انها تكبر من النسبه ديال الاصول اللي كدير لها الاداره. يعني اللعبه كامله كتدور على الحجم والكثره في المجال ديال اداره الاصول. كل ما كان عندك زبناء اكثر كل ما غادي تربح اكثر، واخا النسبه كتكون صغيره. فإلا بغيتو نتعمقوا اكثر في هذا المجال ديال الاي تي اف والاندكس فاندز خليوا لي في لي كومونتير. الاهتمام ديال هذه الشركه بالمغرب ماشي واحد القرار اللي معزول، ولكن جاي من واحد استراتيجيه ديال التوسع دوليه خدامه عليها الشركه. هذه الشركه اللي كاين المقر ديالها في المدينه ديال غوانجو في الصين كتحاول مؤخرا انها توسع في دول اخرى. فالسؤال اللي تقدر تطرحه دابا هو علاش واحد شركه صينيه كبيره في المجال ديال اداره الاصول غادي توسع على برا؟ كاين بزاف ديال الاسباب. السبب الاول هو ان السوق في الصين ولا ناضج والمنافسه كبيره بزاف، يعني باش هاد الشركه تكبر غادي تخصهم اسواق جديده وفرص جديده، زائد ان هاد الشركه عندها خبره في الاسواق الصاعده، وهاد الخبره اللي كتخليها تجيب مستثمرين من دول اخرى وحتى تستثمر بشكل دولي نيابه على مستثمرين اخرين في الصين. فكيفاش هاد الشركه كتخدم التوسع ديالها؟ واحده من الطرق الاساسيه ديالها هي الشراكات والفروع الخارجيه. هاد الشركه ديال ايفاند اسست واحد الفرع في هونغ كونغ في 2008 واللي كيلعب الدور ديال البوابه ديالها على الخارج، يعني كندوي على خارج الصين، بحيث بدات كتطلق صناديق اللي يقدروا يشريهم مستثمرين اجانب. في 2025 الفرع ديالها في هونغ كونغ غادي يطلق جوج ديال الصناديق جداد ديال الاي تي اف في البورصه ديال هونغ كونغ، وقدروا يجمعوا في النهار الاول تقريبا 2 مليار دولار هونغ كونغي. وماشي غير اسيا، هذه الشركه كتخدم حاليا مع شركات استثمار في الشرق الاوسط، وهنا كندوي على السعوديه، الامارات، قطر وعمان. والمدير ديالها كيقول بان الاستراتيجيه ديال الشركه حاليا هي انها توسع الحضور ديالها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهذا الشيء باغا ديروا الشركه عن طريق تدخل في شراكات مع مدراء محليين باش توسع القاعده ديال الزبناء ديالها وتقدم المنتجات الماليه ديالها. يعني الطريقه ديالها واضحه. هاد الشركه ما كتدخلش بوحدها لسوق جديد، لكن كدير شراكات مع لاعبين محليين، وهادشي اللي كيسهل عليها الفهم ديال الثقافه، القوانين، السوق، وفي نفس الوقت كتجيب زبناء جداد بسهوله للمنتجات ديالها. السؤال دابا علاش المغرب وعلاش في هذا الوقت بالضبط؟ الاهتمام ديال ايفاند بالمغرب مرتبط بواحد التحول مهم كيوقع في السوق المالي ديال المغرب دابا، واللي هو اصلاحات جديده والرغبه ديال المغرب باش انه يكون واحد البوابه اقليميه. So I do see Morocco's role is very similar to Hong Kong's role to Asia. It is a window
for the global investor to enter into Africa market. من ناحيه جغرافيه واقتصاديه المغرب كيتشاف كنقطه دخول مستقره لاسواق شمال وغرب افريقيا، وإلا قدرت هذه الشركه ترسخ الوجود ديالها في المغرب غادي تقدر من بعد توسع الخدمات ديالها للدول الافريقيه بواحد الشكل سهل. زائد بان المغرب كيشجع الاستثمار الاجنبي ومحتاج الخبره ديال بحال هذه الشركات. واحد من اهم الاسباب اللي خلات ايفاند انها تركز على المغرب هو واحد الاصلاح داروا المغرب في اكتوبر من هذا العام. فشنو تبدل وعلاش هذا الشيء مهم؟ الوقت طويل السوق الراسمالي في المغرب كان خاضع لقوانين قديمه اللي راجعه للتسعينات. الصناديق التقليديه المعروفه عندنا بالاسم ديال الاو بي سي في ام كاينه من 1995، لكن ادوات حديثه بحال مثلا صناديق المؤشرات او الاي تي افس ما كانوش في هذا القانون نهائيا. ما كانش حتى شي منع رسمي بحال هاد الصناديق، ولكن ببساطه القانون المغربي ما كانش كيعترف بهم، وبالتالي ما يمكنش يداروا او يتسجلوا في البورصه. فبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الاي تي اف، فبكل بساطه هو واحد الصندوق استثماري كيتباع في البورصه بحال اي سهم، وغالبا كيتباع شي مؤشر، مثلا مؤشر فيه اكبر 20 شركه في البورصه ديال الدار البيضاء. الاي تي افس ولاو مشهورين بزاف في العالم حيت كيعطيو تنويع، شفافيه وسهوله في البيع والشراء، ولكن المغرب كان خارج هاد الطوندونس بسبب القوانين القديمه. لكن دابا كلشي تبدل. المغرب في اكتوبر من هذا العام غادي يصادق على واحد القانون جديد اللي دار اصلاح شامل للصناديق ديال الاستثمار. فشنو جاب هذا القانون الجديد؟ باختصار حدد الصندوق ديال الادوات الماليه اللي كاينه في المغرب. فالاول مره غادي يتم السماح للاي تي افس، يعني دابا ممكن للمدراء ديال الاستثمارات يديروا صناديق كتتبع المؤشرات ويتسجلوا في البورصه. هادشي كيحل الباب قدام المستثمرين باش يشريوا صندوق واحد كيعطيهم تعرض لسوق كامل او لقطاع كامل بحال اشنو كاين في البورصات العالميه. الحاجه الثانيه هي السماح للصناديق الاسلاميه المطابقه للشريعه. دابا يمكن يكونوا صناديق تشاركيه اللي كتحترم المبادئ ديال الماليه الاسلاميه، وهذا الشيء غادي يوسع القاعده ديال المستثمرين خصوصا الناس اللي كيبغوا الاستثمار الحلال. الحاجه الثالثه هي السماح بالصناديق اللي كتخدم بالعملات الاجنبيه. دابا يقدروا يديروا صناديق بالدولار او الاورو، وهذه النقطه مهمه بزاف للمستثمرين الاجانب او حتى المستثمرين المغاربه اللي كيبغيو يستثمروا بهذه العملات. الحاجه الرابعه هي توسيع الاستثمار في العقار والبنيه التحتيه. القانون عطى الضوء الاخضر لصناديق العقار وصناديق البنيه التحتيه. هذه الصناديق تقدر تجيب تمويل اكبر للمشاريع ديال البناء، العقار والموانئ والطرق. هذا الاصلاح كيقرب المغرب من المعايير الدوليه، وحتى الدخول ديال الاي تي اف في البورصه ديال الدار البيضاء كيتشاف على انه واحد الثوره صغيره، حيت يقدروا يزيدوا من السيوله ويخليوا الاستثمار اسهل. حيت يعوض ما تختار الاسهم كل واحد بوحده، مستثمر صغير يقدر بكل بساطه يشري اي تي اف ويدخل السوق كامل باقل مخاطره. واللي غادي تسال علاش هاد الاي تي اف ما كانوش قبل، بكل بساطه القانون كان قديم وما كانش كيعترف بهذا النوع من الصناديق، يعني حتى الا كانوا الناس باغيين يديروهم ما كانتش البلاصه القانونيه فين يتسجل. الدوله حتى هي كانت كتسنى ان السوق يكبر اكثر ويولي عنده الحجم الكافي. وبالفعل في 2025 قطاع الصناديق في المغرب ولات القيمه ديالو كتجاوز 80 مليار دولار، وهنا المسيرين شافوا بان الوقت مناسب باش يديروا تحديث شامل ويشجعوا المستثمرين اكثر. فدابا شنو كيعني هذا الشيء بالنسبه للشركه الصينيه؟ الشركه قالت بان هذه الاصلاحات اللي دار المغرب في اكتوبر عندها واحد الاثر كبير على التنميه ديال السوق، حيت المنتجات اللي عند هذه الشركه الصينيه واللي منهم الاي تي اف ولا مسموح بهم دابا حاليا في المغرب. هذا الشيء كيعني بان هذه الشركه تقدر تجيب الخبره ديالها في اداره الصناديق اللي كتتبع المؤشرات، وممكن حتى تطلق اول اي تي اف مغربي او دير صناديق مشتركه مع شركات محليه. هذه الشركه من المقرر ان الدخول ديالها للمغرب غادي يكون بواحد الشكل تدريجي، ومن المرجح انه غادي يبدا بشراكات او خدمات استشاريه، يعني ممكن يتعاونوا مع بنك مغربي او مدير اصول مغربي باش يديروا اول اي تي اف في البورصه. الشركه في الزياره ديالهم للمغرب داروا لقاء مع المنظمين مع بورصه الدار البيضاء ومدراء ديال الصناديق باش يناقشوا البرامج ديال الربط ما بين الاسواق. فقبل ما نسالي غادي نخلي لك واحد الفيديو هنايا كنصحك تفرج فيه، فيديو فيه معلومات مهمه بزاف. ما تنساش كيف ما ديما عجبك الفيديو انك تخلي لايك وتبارطاجي مع صحابك. كان معكم انس، نشوفكم في الفيديو الجاي.